وبيخرج جنود الظل، وأصدقائه مستغربين إن في جنود ووحوش خرجوا من العدم، وبيقولوا معقول الصياد جينو أخرج كل الوحوش دي؟ فبيقول الزعيم يا لها من معركة عقيمة. فجينو بيقول له متأكد؟ وبيبدأ القتال بين جنود الظل وجن الجليد في معركة طاحنة، والصيادين بيهربوا، وأثناء الهروب في جنود كانوا هيهجموا عليهم، ولكن جينو بينقذهم، وبيقول تبجح قائدهم مش من فراغ، هم أقوياء، يمكن جنودي خالدين ولكن بيسحبوا كتير من طاقاتي السحرية، وطاقتي لن تصمد كثيرا، وزعيمهم أقوى مني. بيبدأ القتال بينه وبين الزعيم، والزعيم بيقول إن اسمه باروكا، وجينو بيخرج الخنجرين وبيقول أنا اسمي سونج جينو. بيندفعوا الاتنين على بعض بسرعة كبيرة، وجينو بيقفز للأعلى وبينزل بالخناجر، وبعدها بيكمل هجوم سريع بالخناجر، ولكن باروكا بيضربه ببطنه وبيقول له بقالي كتير ما دخلتش قتال بالحماسة دي، والله يا أخويا وأنا بقول لهم وإحنا كمان متحمسين. وبعدها بنجد كرة نار من الصحراء بتترمي على باروكا من السماء، وبيظهر الصياد كيم وهو بيقول آخر صوت سمعته كان صوت جينو، وبيصرخ باسمه وبيحاول يهجم عليه. فباروكا بيهجم من الأمام وكيم بيهجم من الخلف، وأثناء وجود سحابة من الدخان بنجد ظل جديد قوي ظهر. واللي حصل إن أثناء هجوم كيم بيخرج إيجريس من خلفه وبيقتل كيم وبيحوله لجندي ظل قوي، وبيهجم على باروكا واسمه ايرون، وبيطلق زئير، وبعدها بيبدأ القتال بينه وبين باروكا، وبنشوف الصيادين مستخبين ورا الشجر وهم مصدومين من اللي بيحصل، وبيقولوا احنا مش بنحلم صح؟ وباروكا بيقول هذا الجندي لا يكفيني، هاجمني انت والفارس اللي معاك. وبيبدأ جينو وإجريس يهجموا هما الاتنين، وما شاء الله سرعتهم ما حصلتش، وايرون بيطلق زئير، فباروكا بيقول انت هتموت الاول وبيهجم عليه، وفجأة بيهجم عليه جينو من الخلف، وباروكا بيقول انت بتستخف بيا؟ فجينو بيقول له يمكن انت قوي لكن جنودك انهزموا، فبيتعصب وبيهجم على جينو، فجينو بيرمي عليه الخنجر ولكن بيتفاداه، فجينو بيحرك الخنجر في الهواء وبيكسر خنجر باروكا، فبيتدخل ايرون وبيمسك باروكا اثناء ما السحرة بيضربوا عليه نار، فباروكا بيدمر ايرون، فبيهجم عليه جينو بالخنجر، وبيتجدد مرة أخرى ايرون من خلفه وبيضربه يجيبه الأرض. فجينو بيقول أنا قلت لك القتال انتهى، وبيجد إن ايرون مكمل ضرب فيه، فبيقول له أتمنى ما تعملش متاعب في المستقبل، بس شكله مبسوط ومضحك جدا. والصيادين بيقولوا انتهى القتال، فجينو بيقول أيوة يلا نخرج إلى خارج البوابة، والفرحة كبيرة جدا منهم، وبيقول هعمل حاجة قبل ما أخرج.